خطتي الجديدة إلى متى؟ ربي لما يرزقك بأي حاجة أنت تمنيتها لازم أنت تشكره. ليش؟ الإحسان إلا الإحسان، مو تزيد الذنوب على بعضها تسوي العكس. لا حياتي، الإحسان إلا الإحسان. أنت مجبور أصلا تسوي اللي الله قال عنه. قال لك وشو؟ صل، صوم، زكي، حج، تصدق، لا تسمع أغاني، لا تشرب الخمر، لا تكذب، حاجة وايد. صح ولا لا؟ كلها درسناها ولا ابتدائي، نعرفها من احنا صغار عشان نتعلم عليها، مو نسوي عكسها بعدين. لا، ساعة تقوم أبواب التوبة تغلق. في ناس يومنا هذا ما تصلي، لا تستغرب، ما تصلي ولا تصوم حتى، وانت خليك بقفلة. الأذان يأذن وانت ماسك الجوال، يقول أمك يلا قوم صل، يما باقي شوي، يلا قوم صل. صلاتي ولا صلاتك؟ لا تستحي من أمك، استحي من رب العالمين. يوم ياخذك وانت بهذا الوضع والله العظيم ما حد يفيدك، ما حد يفيدك. ما حد، لا أمك لا أبوك ولا صحابك ولا حتى الناس اللي قاعد تكلمها في الجوال. وصلنا لمرحلة أن التفتح يخلق من ناس وايد متخلفة، عباية مفتوحة، نص الشعر زين، ميك اب، كلم أولاد، أطلع مع أولاد عادي. ماذا التفتح يا عمري؟ لا، تفتح أكبر من جدي، ما توصل إن إحنا نصير الزبالة قدام الناس اللي تسوى وما تسوى أصلا. لما نتمسك بعاداتي وتقاليدي ما يسمى تخلف. التخلف اللي انت قاعدة تعيشينه هذا هو التخلف، مو أنا. من عمر الإسلام ما كان تخلف أصلا. لما نتمسك ديني كل حاجة ما فيني ما يسمى تخلف. ليش؟ إن أنا قاعدة أحافظ على شيء أساسي في الحياة. وصلنا لمرحلة إن الصاحب الكويس بعد كم يوم تحول إلى سيء من ربعه. ليش؟ من أيام أول أنت وأنت 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 وأنت. لا تحط بهذا الشيء، بالعكس خليه يكبر، خليك أنت فخور بهذا الشيء. أمك لما تقولك لا تصاحب السيء معناتها إن هي مو بس خايفة عليك، لا، هي خايفة على وشو؟ يوم القيامة يوم يسألونك قبرك ما تلقى جواب. الصلاة وايد ضعيف، أضعف من الشعرة. يعني تقدر أنت تمشي عليه؟ تقدر؟ ما تقدر. أنت لما تسوي الذنوب تقول بكرة أنا بمحيها، بس الذنب على ذنب ذنب ذنب. كافي ذنوبك، كافي ذنوب الأوادم اللي أنت قاعد تاخذها من صور، من كلام، من أي شيء. يعني باقي إن أنت تسوي الذنوب تاخذ ذنوب الأوادم عليك زيادة. يعني إن أنت حجي يطول وايد قاعد يطول.
تستمر، تقول له حجي فاضي. لا، مو حجي فاضي، يوم القيامة يسألك رب العالمين وين وقتك، وين صلاتك، وين عبادتك؟ كذا تجاوب لا، ما حد بيفيدك. هذا أنا أقولها، عمر التفتح ما وصل إلى جذع، عمر التخلف ما كان بهذه الطريقة اللي أنت تقولها. اللي متمسك بدينه متخلف، لا، شكو. كلمة واحدة بقولها لك، تبي رضا ربك، تبي السعادة، تبي الجنة، داوم على العبادة، قرآن، زاد عن الناس اللي مو زينة لك. وأحب الكل يسمعني، وايد فخور أنا قاعدة أقدم لكم رسالة، إن في ناس تسمعني تستوعب. شكرا.